ايوا اخويا بقدر اللي بغا يقول يعاود لما انا راجل وما كان عادي ما كان حقر ما كان تعدى بصح شت بنادم كي توصلت اخويا بقدر يفهمني وداك الشيء بالبروف وحفيت معاها وراه عندي فيديوهات نتاعها ومستعرفه وقالت لي اخر مره وديرني تحتك ومن ومن وقالت لي هاش المهم واش نقول لك عبقادر وفي التالي من طرق منايا وكذا ومنا شافتني الدوزيت وكذا فهمتني كنت صاحي مريقله في الحق الديفويات على التليفون هالنوامر راني درت فعلت جبت لك قابض هانتي ها انا دابا تفري معايا ندير انا وكش حاجه ماشي هذيك طلق اللي بغيتي قال حبيبي على ما بقدر ربك وفي التالي لقيت راسي مدكك حبا شافني الدوزيت قلبت عليا قالت لي كنت نضحك وهذيك الهضره وانا خاطئني وبغات ندوب بقدر ربك انا عمر نويت نفني ولا نعادي شي وحده عارفني كي داير خويا زكوره. المهم شوف اخويا بقدر اللي بغى يقول عاود لم وانا ما ندير فيديو من حاشيه ولد القحبايه راه بك الحق الله يرحمها هذا الشيء اللي غادي نقول وكبيت عليها ومت ربك ما هادشي دارت ليها بقادر شاك فاهمني وفمها قالت لي تا واش كنت دايره الكائن تاع السحور ولا في الفراس والكيلاجه مدك نعم استعرف فيديوهات اللي يهدر قول له راح لمك القحبه هذيك نتاع الدار حاله خاصه شاك فاهمني بقدري ولا لاني كنت مع الجنون واش ما خليش راسي انا وياها حابس ركشت الدار 220 بقدر. ايوا اخويا بقالوش هادي تابع ولاد القحاب تبعوني ما ربي تطبون ضماتهم هو ما شاف ما طبون ضماتهم حتى دمروني يا ربك بقدر انا تعرفني راجل وخصيم ورجله واللي خلى معايا من الحساب حرام ما اخويا بقدر تنعذب. المهم شوف خليني انا ما غادي نوصل يدبر عليا شو غادي نصيفط لك بنادم ياك غادي نصيفط لك بنادم اخويا في قادريه. المهم اللي كتب الله كرمو به فهمت خويا انت بقادر اللي بيديرو ديرو الفولا عندك وقول لي واش انا نسرد لك بنادم غادي نبغي ندير شي حاجه بقادر حرام ما انت الاول فهمتني نسرد لك وغادي بنادم نلاقي كذا من دير واحد اللعيبه حيت انني مازال عقلي في واحد فهمتني. تتواصل تطورات قضية مقتل الشابة سارة بمدينة وجدة بعد ظهور تسجيل صوتي جديد ينسب إلى الزوج المشتبه فيه أثار موجة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا لما يتم تداوله فإن التسجيل الصوتي الذي يقال أنه أرسل إلى أحد معارفه يتضمن حديثا عن تفاصيل ما وقع يوم الجريمة، حيث يزعم أن المتحدث أكد أنه لم يكن في كامل وعيه، مرشحا ذلك إلى تأثير مواد مخدرة أو مشروبات كحولية. كما أثار التسجيل جدلا إضافيا بسبب ما نسب إليه من عدم إظهار الندم على ما حدث. وفي المقابل لم تصدر إلى حدود الآن أي جهة قضائية أو أمنية بيانا رسميا يؤكد صحة التسجيل الصوتي المتداول أو يحدد مدى ارتباطه بالقضية، وهو ما يجعل هذه المعطيات في إطار المعلومات المتداولة التي تبقى في انتظار التحقق الرسمي. وكانت القضية قد أثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام، خاصة بعد تداول معطيات مختلفة حول ظروف الجريمة والملابسات المحيطة بها، فيما تستمر التحقيقات لكشف كافة التفاصيل وتحديد المسؤوليات وفقا لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية. ويبقى الفصل النهائي في جميع الوقائع والادعاءات المتداولة من اختصاص الجهات القضائية المختصة التي تواصل تحقيقاتها في هذه القضية التي لا تزال تستأثر باهتمام واسع من طرف المتابعين.